مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقه مع مين. النهارده هنعمل مع بعض العيش الابيض او العيش الشامي بطريقه سهله وبسيطه، وهيعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب كيلو من الدقيق، وعندي هنا خميره احطها في حاجه عميقه، احط عليها معلقه سكر، هحط شويه ميه دافيه، مش هكتر الميه، وهقلب كده. بصوا الخميره بدأت تتفاعل، هسيبها تتفاعل دقيقتين 3 كده عشان اتأكد ان هي شغالة. هي اصلا بدأت تعمل فقاقيع. هاخد كوباية من الدقيق اللي عندي، هقلبه في الخميرة. احنا بقى بنشتغل بايدينا اهو عشان الموضوع يبقى بسيط على الناس، مش لازم بالعجان. هسيبها كده 5 دقايق وبعدين نرجع لها. بعد ال5 دقايق هجيب بقى بقية كيلو الدقيق اللي عندي، هنزله كده، ابتدي اعجن. هقلب كده الخميرة كويس جدا مع الدقيق. عندي بقى 4 كوبايات مية دافية، اخدت منهم جزء ساعة لما جيت اخمر الخميرة. هبتدي اضيف شوية بشوية. انا عايزة العجينة تبقى لينة عشان تديني رغيف لين وطري وجميل زي ما انا عايزة بالظبط. في المرحلة دي بقى انا عندي معلقة ممسوحة من الملح، هضيفها. هنزل تاني بالمية. عموما المية دي يعني حسب الدقيق بتاعك، كل دقيق بياخد كمية مية غير التاني، ولكن احنا بنقول يعني المتعارف عليه. ممكن الدقيق عندك يحتاج شوية مية زيادة او اقل، فاحنا عشان كده بنحط حبة بحبة. زي ما انتوا شايفين كده انا عمالة اضرب في العجينة. هو ده القوام اللي انا عايزاه، ان هي تبقى بتلزق كده، بس هي ما خدتش كمية المية اللي انا كنت حطاها، يعني ما خدتش ال4 كوبايات، نقدر نقول انها اخدت 3 كوبايات. خلصت عجن خلاص. هسيبها بقى علشان تخمر وترتاح كده نص ساعة او ساعة. هدعك ايدي كده بالدقيق عشان العجينة بتلزق. هاخد العجينة هعملها كور واحطها ترتاح. هدعك ايدي واخد قطعة اهو واعمل كورة واحطها ترتاح، وهكذا لغاية لما اخلص المقدار كله. خدها وهحطها في صاجة الفرن، رش عليها شوية دقيق كده، وهفردها
طبعا انا حاطه دقيق برضو. اهو بصوا يا جماعه، انا مشغله الفرن الكهرباء فوق وتحت اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا العيش بدأ ينفخ شويه ازاي. احلى حاجه شكل العيش وهو بيعلى كده في الفرن ويبقى منفوش وشكله حلو جدا، حاجه مفرحه جدا. حطينا بقى العيش اللي في الصينيه كده على النار على البوتاجاز، لقيناه بدأ اهو يشمع كده من فوق وبدأ يتنفخ. بصوا الجمال. دقيقة كده ولا حاجة نرجع نقلبه تاني. النار عندي متوسطة، لا هي عالية ولا هي واطية. هندوس كده عليه علشان الهواء يخش في باقي العجينة كده. نقلبه كمان مرة. بصوا بصوا بيعلى ازاي. هنقلب تاني. خلصنا خبيز العيش بتاعنا، وزي ما شفتوا عملنا شوية في الفرن وشوية على النار على البوتاجاز. الموضوع سهل جدا ان شاء الله هيعجبكم. تعالوا نشوف كده رغيف عامل ازاي من جوه. بصوا يا جماعة تحفة. بصوا الجمال، حاجة فاخرة. شغل ايديكي بقى ونظافة، يعني الموضوع سهل وبسيط، وكمان هيبقى سهل عليكي لما تعمليه لولادك بالاسبوع كده وتشيليه في الفريزر وتطلعيه يفك، يبقى في منتهى الجمال، وتستعمليه على طول سندوتشات نظيفة حلوة بايديكي معمولة في بيتك، حاجة في منتهى الروعة. إن عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي أنا بستناها علشان أعرف رأيكم في الحاجات اللي أنا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل العيش الشامي أو العيش الأبيض بأسهل طريقة مع ميم.